السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في أكاديمية جراين أونلاين أكاديمي لتعليم اللغات. اسمي زكريا طلال، أنا معلم اللغة العربية والإنجليزية. درسنا اليوم يتحدث عن مفردات المطار والسفر بشكل عام. السفر يعتبر من أكثر الأنشطة البشرية استعمالا ورواجا بين جميع سكان الكوكب، لذلك من المهم معرفة مفردات المطار والسفر والترحال والحجز لسلامتك ولسهولة رحلتك. هيا بنا لنبدأ. كسو دواذا جران أونلاين أكاديمي مقعيق وزكريا طلال. أنا وحا هاي معلم اللغة العربية. ما أنت 10 كينو وحو كساب سنية هاي سفرك أما دولستا يا إيربوت يلا. هيا وحا كوبلاوينا موضوع كوباد أما خطوة الكوباد. لنبدأ بالخطوة الأولى، الحجز. الحجز هو تحديد وقت السفر، ويكون ذهابا وإيابا. ذهابا وإيابا. الحجز حجزك أما وحا لو يقانو بوكينغا وحو يهي ووقتك لكو عيميو دولستا ديارة دادا ama tripka u duulaysid. marka waa xilliga doonaysid inaad dhooftid iyo habka doonaysid u dhooftid. ma go iyo back ba, ma back kaliya, ma go kaliya. marka isticmaalka adeegaas ama processka waxa la dhahaa الحجز. بعد الحجز هناك مرحلة أخرى ألا وهي التوجه إلى مكتب خطوط الطيران. مكتب خطوط الطيران هو المكتب الخاص بإصدار بطاقة صعود الطائرة. حسنا، حفيزك لك شرنيو تيكت ديارة وحلدها مكتب خطوط الطيران، وحفيز كمسؤولة إنو تيكت كاغا يحميش كسعتد يا baasaboorkaagii iyo fiisahaagii wixii dhan isku habeeyo ayaa la dhahaa xafiis ama counterka tikitka la ka goosto oo ku siinaya warqadii ku fuuli lahayd ama tikirkii yaraa ku fuuli lahayd diyaaradda. warqadda yar waxa ku qoran ama tikirka yar xilliga dhoofisid, magaca rixladaada ama magaca duulistaada iyo diyaaradda raacisid iyo kursiga numberka ku fadhiisanaysid ayaa ku qoran tikirkaas. marka waxaasoo dhan waxaa ka helaysaa مكتب خطوط الطيران. حسنا، لنذهب إلى الخطوة الثالثة ألا وهي مراجعة جدول معلومات الرحلة. جدول معلومات الرحلة هو يتضمن متى تصل الطائرة ومتى تقلع وكذلك رقم الرحلة. haddaba markaa soo jaratid tikirkii oo waraaqdii qaadatid waxaa la tegaysaa shaashada weyn ama jadwalka weyn loo yaqaano jadwal macluumaat الرحلة. jadwalkaas ama shaashadaas waxaa ku qoran rixlad kasta airportka soo fadhiisanayso iyo xilliga soo fadhiisanayso iyo xilliga kadalik ka duulayso iyo xagga ka imaanayso iyo xagga ku socoto. marka waa jadwal dhanoo hab shaashad ku sawiran oo kala soco kartid tikirkii ka soo qaadatay xafiiskii duulista. حسنا، لنذهب إلى الخطوة التالية ألا وهي مرحلة فحص الأمتعة. فحص الأمتعة هي نقطة تفتيش محتويات الحقائب كما في الصورة. هذا بقى فحص الأمتعة وحلدها وماشى شنطتها يا ألابها lakaa baadhayo iyo lakaa hubsanayo ina wax mamnuuca ku jirin alaabooyinka ku dhoofisid, kadalik adiga laftaada la ku baadhayo. meeshaas ama marxaladaas waxa ku qoran, waxa ku sawiran eriga la dhaho فحص الأمتعة ama waxa la dhihi karaa فحص الحقائب ama shaybaarka alaabooyinka ayaa la dhahaa فحص الأمتعة. حسنا، عندما تنتهي من فحص أمتعتك وتفتيش محتويات
رحلتك سنذهب أو ستذهب إلى المرحلة التالية أو المكان التالي، ألا وهو صالة المغادرة. صالة المغادرة، ما هي صالة المغادرة؟ هي مكان ينتظر فيه المسافرون حتى يفتح باب الطائرة. هي مكان ينتظر فيه المسافرون حتى يفتحوا به باب الطائرة. صالة أما قرونك سي صعدك لكسي بحيو إيربوتك وإيريا أما وتريمينال لسكو إمادو ديوين كدونيا إنا دوفان أو مقالة أما إيربوتك كبحان وحسكو أروران ميل لدهو صالة المغادرة. حسنا، لنذهب إلى الخطوة التي تليها. أكو سعنو استبتا أما خطوة طلبات أو حزام أمان المسافر. حزام أمان المسافر. عندما تقلع الطائرة يجب أن يضع المسافر حزام الأمان لسلامته. حزام الأمان والصونك qofku markuu diyaaradda fuulayo oo kursigiisa fadhiisto oo xidhanayo suu nabadgelyadiisa u ilaaliyo marka diyaaradda duulayso. marka waa beltkii gaarigoo kolay ayaa diyaaradana ku dhex yaala. waxaa la dhahaa xizaam amaan almusaafir. xizaam amaan almusaafir. xasanan, diyaaraddii wa duushay, kursigaagii wa fadhiisatay, suunkii wa xidhatay. anta alآن جلست في الطائرة على مقعدك ولبست حزام الأمان وحقائبك في الطائرة وأتممت إجراءات السفر بسلامة. والآن الطائرة تحلق في الجو. إما كانت دياردي وحا قدو ليسا أما وحا مريسا عركا. حسنا، في هذا الوقت هناك شخص مهم يجب عليك معرفته إذا احتجت إلى خدماته، ألا وهو مضيف الطيران. مضيف الطيران. ما هو مضيف الطيران؟ هو أحد أفراد الطاقم العامل على متن الطائرة، ومهمته رعاية المسافرين. هو أحد أفراد الطاقم العامل على متن الطائرة، ومهمته رعاية المسافرين. مضيفك الطيارة أما شقالها طيارة دحديدة وشقالي كمد استفكا طيارة sida بايلوت كالي sida qofka ilaalinaya amaanka diyaaradda, sida hablaha jooga oo cuntada sameeya. marka mudiifka wuxuu yahay qof ka mas'uula nabadgelyada iyo raaxada qofka duulaya inta diyaaraddu ku jiro. marka qofkaas ama shaqaalahaas waxaa la dhahaa mudiif الطيران. مثلا عندما تريد أن تشرب ماء وأنت على مقعدك، بدلا أن تقوم وتذهب وتطلب ماء في مكان آخر في الطائرة، يجب عليك فقط أن ترفع إصبعك باتجاه مضيف الطيران لكي يأتي إليك ويقدم لك خدمة التي تريدها. مضيف الطيران. طلاب الأعزاء، إلى هنا ينتهي درسنا في هذا اليوم. وطبعا هناك مطارات متنوعة في العالم لديها خطوات شبيهة بهذه الخطوات وإجراءات أخرى مختلفة أو جديدة، ومن ضمنها مثلا إجراءات فحص المسافر للتأكد من خلوه من فيروس كورونا على سبيل المثال. وهذه أيضا خطوة احترازية أتت في غضون الفترة الأخيرة. لذلك من المهم أيضا التذكر أنك على أتم السلامة، وأنك لا تحمل أي أمراض عدوية أو فيروسات، والتأكد من سلامتك، وأيضا التمتع بالرحلة. حسنا أعزائي الطلاب، إلى هنا نصل إلى نهاية الدرس. كنتم برعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.